مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معانا ولقائنا المتجدد مع حضراتكم وحلقه جديده. وابتدى الحلم كل مره بيبتدي معاكم من مكان مختلف ومع ناس مختلفين. كل انسان في الدنيا لو فضل قاعد وما سعاش وجري بسرعه عشان يحقق حلمه مش هيتقدم للأمام أبدا، ومش هيحقق ولو جزء صغير من الحلم. لازم بالإرادة، لازم بالعمل، لازم نسعى، لازم ندور على حد يساعدنا عشان نحقق أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا. في ابتدى الحلم بنحطكم على أول الطريق، على أول سلمة، ونحاول من بعدها أنكم تنطلقوا. ابتدى الحلم، حلقة جديدة. مشاهدينا الاعزاء، بيسعدنا من خلال حلقتنا النهارده ان احنا نلتقي بفريق كورال النادي الاولمبي في الاسكندريه. فريق فيه عازفين، في اكتر من آلة موسيقيه، طبعا في آلات موسيقيه كتير، في مدير ومسؤول لهذا الفريق، في اصوات غنائيه هنستمتع بيها مع بعض النهارده. اسمحوا لنا نبتدي ونتعرف عليهم. استاذه سحر عرابي، اهلا بيكي معانا. اهلا وسهلا حضرتك. حضرتك المسؤول ام المدير الفني ام المدير الاداري عن فريق الكورال؟ أنا المسؤولة عن الفريق الكولار كله، ومديرة، أنا مقررة أصلا لجنة الطفل، ومسؤولة عن الكولار. الكولار أصلا كان موجود قبل كده في الخطة، بس فعلناه في اللجنة بتاعتنا، وهتشوفي حاجات كتيرة. وعندنا كذا نشاط، مش نشاط الكورال بس، عندنا الباليه وعندنا الرسم وعندنا الخط وعندنا فرقة فنون شعبية. عندنا أكتر من خطة وعندنا أكتر من فكرة. طيب، عمر الفريق اللي بنتكلم عنه ده، فريق الكورال، عمره قد ايه؟ هل حاجة جديدة مستحدثة ولا بقاله؟ حاجة مستحدثة. حاجة مستحدثة، هو كان موجود بس احنا اللي فعلناه. يعني كان موجود ومش شغال، مفيش ناس، مفيش موجود على الورق. فالحمد لله باللجنة، احنا وانا والأستاذة سمية رئيسة اللجنة، فاحنا كنا مقسمين الشغل، فبسم الله فاحنا بدأنا في رمضان. يعني في تاني اسبوع، من اول اسبوع، اخر اسبوع، في اول اسبوع في اخره كده في رمضان بدأنا. وبصراحة وحاولنا، طبعا كان الوقت ضيق جدا. كنت بعرف بعض اللي عندي دلوقتي، بعض البنات اللي عندي وصبيان من الأوبرا، فحاولت أجمع اللي أنا أعرفهم. وطبعا قدمنا إعلانات في الفترة دي، يتقدم ناس تانية وعملنا لهم تيست طبعا. وكان الرئيسي في الأساس الأستاذ شريف، طبعا المايسترو شريف جه معايا وعملنا زي اختبارات واخترنا منهم. بصراحة في عدد كبير جدا وكلهم من أولاد الأولمبي، مفيش حد بره خالص. وبسم الله ما شاء الله لقينا عدد كبير جدا. وفترة صغيرة جدا عملنا ثالث يوم العيد حفلة بصداها، طبعا كانت مفاجأة لينا ومفاجأة للجميع. وبصراحة بقى يعني حضرتك هتسمعي الأصوات وهتشوفي. طيب، احنا طبعا مزيد من التفاصيل اكتر من خلال حلقتنا وحوارنا، بس هنكمل تعارف مع كل الموجودين. احنا طبعا ده مش اول تعارف، بس هنتعرف تاني وتالت ورابع. اهلا بيك معانا وعرفنا عليك. احمد سعيد، ماسك مدرب موسيقى في النادي الاولمبي. ان شاء الله تشوفوا مواهب جميله يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين نعرف القمر الصغنطوط اللي قاعد بقى برضو، عرفنا عليك، نوديله المايك. اسمه عمر شريف ياسر. عمر شريف، اهلا بيك. ونتعرف على العازف اللي بعده. انا بيبو، عازف الايقاع في فريق النادي الاولمبي. اهلا بيك معانا. البنانيت الامارات اللي جنبنا، اتعرف عليكي. اسمي ياسمين أسامة. ياسمين أسامة، أهلا بيكي ياسمين. اتعرف عليكي. بسنت مجدي. بسنت مجدي، أهلا بيكم معانا. احنا ده جزء من الفريق طبعا. جزء، صح؟ جزء ضئيل جدا. جزء ضئيل. كتير جدا. ما شاء الله. طيب، نسمع مين الأول؟ جاهزين بإيه؟ نسمع بسنت ولا نسمعي؟ نسمعي؟ طيب، اتفضلي.
مفرق الوادي، يا هوا داخل الهوا خدني على بلادي، نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوا داخل الهوا خدني على بلادي، يا هوا يلي طاير في منطورة وصورة خدني لعن دنيا، يا هوا يلي طاير في الهوا في منطورة وصورة خدني لعن دنيا، في زعنا قلبي أكبر بيها الغربي، ما تعرفني بلادي خدني على بلادي، نسم علينا الهوى من شو بينا، كنت وكنا وضلوا عنا وافترقنا، شو بينا شو بينا شو بينا يا حبيبي، شو بينا، كنت وكنا وضلوا عنا وافترقنا، شو بينا، وبعد الشمس بتبكي عالباب وما تحكي يا بلادي خدني على بلادي، نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوا داخل الهوى خدني على بلادي، نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوا داخل الهوى خدني على بلادي. هرجع اقول على اي اساس تم اختيارهم؟ احنا قلنا ده جزء صغير من الفريق، على اي اساس تم اختيارهم؟ كنا عاملين طبعا كل اللي يتقدم الاشتراك قبل ما يجي يتقدم الاختبارات كان معانا المايسترو طبعا شريف عزت المعروف، كان معانا وكان ياخد بقى الاول يعمل تيست صوت، والاول طبعا من غير الات، وبعد كده كان بيدخل الاله وكان يعمل تيست مره واثنين، وكان يحصل زي مسابقات، وفي الاخر على التصفيه خدنا كان عدد كبير جدا متقدم. فوجئنا كان عدد تقريبا قد ايه متقدم؟ اكتر حوالي 100 بس طبعا في اصوات كانت في اطفال، عندنا اطفال اصواتها تحفه من الاعمار اللي عندنا 7 سنين و8 سنين، اصوات جميله جدا جدا. ده استاذ شريف بقى بيتبناهم من بدايته. استاذ شريف بصي بياخد يعني من اولهم، وبسم الله ما شاء الله عدد هائل، وهو عمل اختبار مره واثنين وثلاثه. وحاجه تانية يعني هو كعمل مسابقات بين الاثنين بين الفريق ده وده، وفي الاخر عشان ياخد اقل عدد ممكن، يعني ياخد حد عشان الوقت كان ضيق
وعشان كمان طلعنا حفله ثالث يوم العيد، فكانت مفاجاه. دي كانت اول حفله بصراحه فاجئنا بها المايسترو، بسم الله ما شاء الله. كانت حفله جميله جدا وعملت صدى جامد جدا، والاقبال بقى علينا كمان اكتر. والمفاجاه ان هم اولاد النادي مش حد تاني، مفيش حد بره خالص بره النادي. اولاد النادي كانوا محتاجين حد يحركهم بس. هو موجود، هو اوريدي كان فيه، للاسف كان فيه كولار من زمان قوي بس ما كانش متفاعل كان، لا كان والله متفاعل قبل كده. بعد كده جت فتره في النص كده الموضوع خمل، وبعد كده استعنا بالمايسترو شريف تاني، وبصراحه ما تاخرش عننا وجه، وكان برغم كان عنده شغل كتير جدا وميرسي جدا ليه بصراحه. جه ووقف جنبنا، وطبعا اللي فعل اللجنه ككل كان كل الناس ساندنا. فدي الحاجه اللي خلت الحوار مشي بسرعه وجري. طبعا مجلس الاداره برئاسه الباشمهندس طارق، والاستاذ محمود مستشار اللجان، وكانت الاستاذه سميه رئيسه لجنه الطفل، والعميد طارق برضو مش ممكن انسى مجهوده، وكان وقفته معانا وتشجيع الاطفال، وكان يجي ويتابع، وكلهم كانوا يجوا يتابعوا البروفات بنفسهم. فده كان عامل حافز، وكل لما كانوا يقول لهم لما تغنوا احسن ليكوا جايزه ليكوا كده، وهنعمل مسابقات داخليه بينكم وبين بعض، فعملت حافز جميل جدا للاطفال. طيب قلت لي ان انت بتدرب صح؟ غير طبعا دورك كعازف ده موضوع تاني. اعمار ايه؟ والله عندي يعني اعمار برضو من 7 سنين بادئين معايا ولغايه عصر ان شاء الله. تعمل لهم اختبار الاول؟ يعني اي حد كده عايز يتعلم عزف ممكن يتعلم؟ يعني احنا عارفين ان الغنى لازم يبقى فيه موهبه، لازم يبقى فيه قبول، لازم يبقى فيه اساسيات. ما ينفعش فجاه انا هغني يبقى هغني خلاص، ليا مزاج اغني هغني. العزف اخباره ايه؟ هو بيبان بقى على حسب مثلا الدماغ. يعني هما طبعا اي حد ممكن اللي هو يتعلم، بس طبعا اللي بيبقى عنده موهبه هو ده اللي بيبقى بيتمرن احسن يعني انا قصدي انت من الاول لما بتقول له يلعب حاجه او بتقول لها العبي حاجه بيبان؟ لا مش بتبان كده. هي الاول حاجه لازم يدرس الاول الاساسيات بتاعه الموسيقى، وبعد كده بيبدا بقى اللي هو مثلا يتمرن معايا، ياخد اول تمرين مثلا على مثلا عزف السلم الموسيقي مثلا، وهو هيبان بقى من اللي هو عنده موهبه مثلا اللي ايده متحركه شويه اسرع او كده بتبان بقى. بس طبعا في شكل لصوابع العازفين بيبقى فيه طبعا، صح؟ بيبقى فيه طبعا ليها شكل معين، وطبعا مع التمرين كل حاجه طبعا بتبان. حتى لو الشكل مش متوفر كل حاجه بتيجي اكيد. امل، خلي عندي امل يعني. طبعا. طيب اقول بقى الموهبه او الاكتشاف الصغير اللي جنبك ده. عمر شريف ابن استاذنا الجميل الفاضل المتبني الاصوات ومتبني كل المواهب الفنيه تقريبا في اسكندريه، اللي هو ما بيقولش لا لحد ابدا. الاستاذ شريف عزت ابنه اللي منورنا وقاعد معانا النهارده. انا عايزاك تقول لي ليه اخترت الاله دي بالذات، ومن امتى بدات تعزف عليها؟ وانا كنت صغير، انا عندي 6 سنين. كنت بروح مع الماسترو، كنت بربي معايا ربلة اتعلمتها وانا كنت صغير يعني. وبيبو قلت له عاوز اتعلم هعلمني. يعني بيبو اللي علمك؟ خلاص ماشي، ده احنا لازم نسأل بيبو في الموضوع ده. علمته بقى وهو عنده كام سنة؟ قول لنا علمته وحكايته ايه معاك من اول ما علمته. الطبلة بقالي شهرين مع عمر، وهو بسم الله ما شاء الله موهبة جميلة يعني. هو حابب الطبلة، فكرني بنفسي وانا صغير. وانا اصغر من عمر كده كنت بحب الطبلة جدا وكنت هاويها جدا، لغاية ما الحمد لله يعني وصلت للأستاذ شريف عزت واشتغلت معاه والحمد لله يعني. وان شاء الله عمر هيبقى موهبة جميلة جدا في الطبلة، وبسم الله ما شاء الله عليه يعني. ان شاء الله باذن الله. احنا كل ده هنشوفه طبعا ونتابعه، بس بعد ما نسمع الصوت الثاني الجميل اللي معانا، لان انا سمعتي كده وانتي بتدندني معاها. مظبوط؟ هنسمع منك ايه؟ اغنية اما بروى. الله. طب يلا رفيع الاول ياسمين. ياسمين؟ لا ما احنا اتعرفنا في الاول. طيب اتفضلي ياسمين. اوكي. هترد معاكي وتساعدك؟ طيب خلاص، انتوا متوافقين مع بعض.
حبيبي ملانة وعطشانة أنا أروح له ولا أروح أشرب حدانا قلت حبيبي ملانة وعطشانة أنا أروح له ولا أروح أشرب حدانا أروح له ولا أروح وبلاش شقاوة أما براوة على الشقاوة حبيبي لما لقاني مرت وبانه شال طرف شاني وساني وطرف شانه حبيبي لما لقاني مرت وبانه شال طرف شاني وساني وطرف شانه تعرف لي عيني يا عيني بس بهداوة أما براوة على الهداوة يا ناس لموني لموني ما ترحموني أحب لوم العوازل لما يلوموني يا ناس لموني لموني ما ترحموني أحب لوم العوازل لما يلوموني وأنا وحبيبي يا عيني حلوين حلاوة أما براوة على الحلاوة بحلم وأغني لحبيبي وفين حبيبي ماليش حبايب يا عيني وانا ونصيبي بحلم واغني لحبيبي وفين حبيبي ماليش حبايب يا عيني وانا ونصيبي يمكن زماني صالحني بعد العداوة واقول يا ليلي يا عيني أما براوة أما براوة أما براوة أما براوة نور حبيبي طراوة آخر طراوة ايه انتوا اللي منورينا. طيب احنا خلينا نرجع ونقول الخطوات اللي بعد كده ايه. انتوا عملتوا كده اول حفلة، برنامجكم ايه في الصيف؟ لا عندنا برنامج كبير، وطبعا طبعا برئاسة الأستاذ شريف، وقعدنا وحطينا خطة. عندنا بصراحة كذا حفلة. احنا كنا نجيب نجيب أغاني من بره وبنجيب عروض من بره. أول مرة طبعا حفلة العيد، فدلوقتي كل اللجان، اللجنة الاجتماعية واللجنة الشبابية وكل اللجان عايزين ياخدوا، لا هم عايزين يستعينوا بفرقة الكولار، وعندنا الباليه طبعا. ده من الأنشطة التانية الباليه. احنا نفس اللجنة برئاسة الأستاذ سمية، فاحنا عندنا كذا نشاط، الباليه والكولار والفنون الشعبية. دي حاجة جديدة في الخطة هتتنفذ ككولار. بصي كل دلوقتي عندهم حفلة الخميس الجاي إن شاء الله،
مش كانوا طالبين بعد ما كانوا عاملين عقد، فطبعا ما يقدروش يلغوه، بس خلوا حاجه الاساسيه فقره الكولار. شايله حفله كامله. عندنا كمان كان في الحفله كانتش سولو بس، كان عندنا ياسمين كانت عامله هي وطفلين محمود وشوقي، كانوا عاملين زي دويتوهات يعني. كان جميل جدا. بتاع فكريني بيه ياسمين. كانوا لابسين نفس اليونيفورم والبدله القصيره جدا. عندنا كمان اغاني عملوا اول مره تتعمل اغنيه للاولمبي من اولاد الاولمبي. يا ترى ممكن نسمع منها النهارده او جزء؟ ممكن ناخد جزء منها انتوا مع بعض صح؟ طب سمعوني. تمام. ده جزء من الأغنية الحقيقة، يعني هي بتعبر فعلا عن النادي، وده طبعا ولاء طبعا للنادي. أنا عايزة أعرف أمنيات حضرتك لفريق الكورال. أنا بصراحة نفسي أقدم لهم في كل المسابقات، مش جوه وبره مصر. مسابقات بره، أنا عايزة أقول كده بره بقى اسكندرية والأندية اسكندرية. الأول هنعمل مع جوه اسكندرية بين الأندية الأول، وبعد كده هنعمل على مستوى الجمهوريه. وعايزه اقدم لهم على ان في السن اللي جاله السن يقدم بره ان شاء الله. عايزين انطلاقه يعني. ايوه عايزين انطلاقه، واحنا حاطين في الخطه كده، وان شاء الله بمساعده المايسترو ومجلس الاداره برئاسه العميد طارق الباشمهندس طارق، وان شاء الله مساعده من كل حته. فعندهم كله عايز يساعد وكله حابب يعني. وعندنا كمان فقرات الاطفال، انت بيغنوا الاغاني القديمه الجميله بتاعتنا، بيعملوا دوتات مع بعض، بصي حاجات دينيه وحاجات. احنا فوجئنا تنوع يعني. تنوع. انا يعني يوم الحفله فوجئنا بطفله عندها 5 سنين، ما كملتش ال5 سنين، طالعه تقول شعر وطني. يعني بصي خلت الجميع عيط يعني. بصي بسم الله ما شاء الله جميل. وحاجه تانية حاطين المعوقين ذو الحاجات الخاصه برضو معانا. تمام. يعني كل الفئات كده، كل الفئات. وكمان عندنا هم اللي هيغنوا، هم عاملين اغنيه الاستاذ شريف عاملها. انا زعلانه جدا طبعا الاستاذ شريف مش معانا في الحوار، ان شاء الله يبقى معانا في المرات القادمه. وهو عامل اغنيه ل2 ذو عندهم اعاقات معينه، هم اللي عاملين الاغنيه كسرت الدنيا. وهيجيبهم معانا، وكان برضو هيعملوا معانا حفله يوم الخميس الجاي، هم اللي هيغنوا بنفسهم. لا لازم نلتقي بيكم ان شاء الله، ان ما جيناش صورنا. ماشي ان شاء الله يوم الخميس الجاي، وهم اللي هيغنوا الحفله بنفسهم. وهم المعنى المضموني للاغنيه ان احنا مفيش حاجه هتعوقنا، لا احنا هنكمل، واحنا هنوريكم ايه مواهبنا، وعندنا المواهب وشاطرين في كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. اغنيه جميله جدا، تحفه بصراحه. والاغنيه الأمبي برضو تاليف المايسترو وتلحين مايسترو.
بالتوفيق ان شاء الله في الحفله اللي جايه. وتقول لي العازف بتاعهم بقى يعني والمدرب بتتمنى ايه من خلال وجودك في فريق الكورال؟ وان شاء الله نحققوا حاجه كويسه ان شاء الله، ونعملوا فريق كبير يعني ان شاء الله، ونخش بيه مسابقات يعني ان شاء الله. وتخرجوا من اسكندريه كمان. ناس كتير متقدمه، في ناس كتير في ناس بدأت إلى حد ما يعني عندها موهبة، وفي ناس لا هي بادئ معاها من الصفر وبس كمية كبيرة، فهو بس يا رب يقدر كده. أنا عايزة أعرف أمنيات العازفين التانيين اللي معانا إيه؟ نبتدي من الصغير. تتمنى إيه؟ بتمنى إن أطلع حفلات مع المايسترو شريف عزت وأربي معاهم. ان شاء الله باذن الله ان احنا نوصل بالفريق بتاعنا والنادي الاولمبي لمكان كويس على مستوى الجمهوريه باذن الله. بالتوفيق ليكم كلكم. وانا عايزه اضيف حاجه، ان عندنا المايسترو بيدرب، عامل محاضرات، مش عامل لهم محاضرات عشان الاصوات لسه مش واخد، مش جاهزه يعني، لا مش جاهزه، شغال معاهم محاضرات وبيدربهم وكل فتره يعني مقسم الفريق الكولار، الصغيرين لوحدهم والكبار لوحدهم، ودول اغاني معينه ودول اغاني معينه، وبيدرب صوتهم وبيديهم تدريبات النفس وتدريبات لكده، فشغال معاهم بسم الله ما شاء الله. ربنا يوفقهم ويوفقوا. وانا امنياتكم انا هسمعها من خلال حاجه تختاروها وتغنوها مع بعض، تختموا لنا بيها حلقتنا النهارده. ايه رايكم؟ في حاجه مشتركه ولا كل واحد يقول حاجه سريعه لوحده؟ في حاجه مشتركه؟ لا ممكن تختاروا، كل واحد ممكن يقول حاجه لوحده. ملكش حق تلوم عليا، وهو ده اللي صار عادي اللي كان. ملكش حق تلوم عليا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا موش بإيدنا. تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا موش بإيدنا. قولي عن اشياء تفيدنا، وبعدها يبقى لوم عليا، وهو ده اللي صار عادي اللي كان. ملكش حق تلوم عليا. جميل. ياسمين مجهزه حاجه صغيره برضو نسمعها؟ أغنية تغني لي شوية. اتفضلي، ناخد جزء برضو منها كده. غنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني. غنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني. خليني أقول ألحان تتمايل لها السمعين، وترفرف لها الأغصان. النرجس مع الياسمين، وتسافر لها الركبان. طوين البوادي طي شوي 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 شوي. غنيلي غني وخد عيني. غنيلي شوي شوي، غنيلي وخد عيني. غنيلي شوي شوي، غنيلي
عيني شوي 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 غني لي غني وخد عيني. الله عليكم، بسم الله ما شاء الله، ربنا يوفقكم. وطبعا لنا لقاءات لسه كتير من خلال على الأقل حفلتكم يوم الخميس والحفلات القادمة. شكرا لكم جميعا وشكرا لحضرتك. مشاهدينا انتهى وقتنا معاكم النهارده، بنتمنى انكم تكونوا استمتعتم من خلال حلقتنا. اصوات غنائيه متنوعه، اعمار مختلفه، الات موسيقيه سمعتوها. بنتمنى انكم تكونوا استمتعتم معانا من خلال حلقتنا. انتظرونا الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، حلقه جديده واحلام تانية كتير جديده.